تمام؟ دي طريقة لحل الواجب، طريقة في نفس الفايل اللي بعتته المدرسة. طب في طريقة تانية؟ أيوة في طريقة تانية لحل الواجب طبعا. بتعملي إيه؟ شايفة add work اللي تحت دي؟ بتضغطي عليها، تمام؟ انت عايزة بقى عندك ملف كده عايزة تبعتيه لنفرض المدرسة بعتتلك ملف PDF، او انت الواجب بتاعك اصلا عندك محضراه عندك على الجهاز، فبتعملي له upload from this device. تمام؟ طب انا مش محضرة، انا عايزة اكتب انا بنفسي new file والوورد. طب الحالة دي بتبقى امتى؟ لما بتكتبي بنفسك، لو كانت المدرسة مش عاملالك اختيار من الاول ان انت ممكن تعدلي او تكتبي في نفس الفايل اللي هي بعتهولك، فبتكتبي انت فايل جديد بايديك. لنفرض المدرسة جايبالك سؤال مثلا رايتنج او ان انت بتكتبي باراجراف، فطبعا هتضطري على طول تفتحي الوورد وتكتبي فيه الباراجراف بتاعك. طيب لو انا عندي الواجب بتاعي ملف على الجهاز برفعه انا كطالبة، برفعه من على الجهاز بتاعي upload from this device. تمام؟ الواجب بتاعي بقى عبارة عن صورة، عبارة عن أي حاجة، ملف PDF مثلا، حاجة أنا عاملاها، يعني مش هنختلف في دي، مش هنختلف في دي. لنفرض مثلا أهو هفتح question مثلا، ده نعتبر إن ده حل واجب بطريقتك أنت الخاصة، عاملاه على ملف PDF، مش هنختلف في دي. المهم أفهم أنا بعمل إيه. هضغط على open، الواجب هيتحمل طبعا لو الواجب عندك على الجهاز. بعد ما يتحمل هتضغطي done. تمام كده خلاص انت ارسلتي الواجب بتاعك. turn in again، مفروض اضغط على turn in again والمدرسة بتاعتي يوصلها الاشعار. هنا المفروض جه الاشعار. انا كمدرسة هضغط على عرض الواجب مرة اخرى، تمام، واضغط على تم ارسال الواجب علشان اشوف ايه الواجب اللي بعتته. هي اول حاجة حلت الاسئلة، وتاني حاجة لو هي مش هتعملي انت كطالبة العملين مع بعض، لا، هي لا اما هتحلي الواجب في نفس ورقة المدرسة، لا اما هترسلي ملف من عندك. فانا كمدرسة هفتح الملف بتاعك، تمام، واشوفه، وبرضو اديكي هنا الملاحظات بتاعتي واديكي الدرجة بتاعتي. ده تخيلي، انا جايبة ملف افتراضي من عندي اسئلة، مش هو ده اللي انتي هتبعتيه. تمام، طبعا هو هنا مفروض ما يكونش الواجبين موجودين، لا، علشان انا اقدر هقيم مين فيهم بالظبط. تمام، وبعد كده اضغط ارجاع. انا كتبت شكرا جدا، ارجاع، اغلاق. المفروض الطالبة يجيلها بالظبط كده، الطالبة يجيلها إشعار. هنفتح الإشعار، تمام، خلاص الطالبة هتلاقي شكرا جدا على الواجب التاني، ومديها المدرسة 4/4. تمام، بس طبعا انتوا مش هتبعتوا الطريقتين في نفس الوقت، انتوا هتبعتوا مرة يعني حسب رغبتك. انا بس شرحتهم الاتنين في نفس التايم، وأرجو أكون وفقت في توصيل المعلومة لكم. شكرا بناتي الأعزاء.